الأخوة في التجمع اليمني للإصلاح، سؤال خاص لكم: ليش تزعلوا إذا انتقدنا الإصلاح؟ وليش تغضبوا؟ وليش تتجاوزوا؟ وليش تدخل تسب وتشتم وتلعن وتهدد؟ أشتي أفهم السبب. ليش؟ أنا ما سببتك ولا شتمتك ولا بيني وبينك خلاف شخصي ولا تعديت عليك. أنا انتقدت حزب عادي، والله عادي، بل بالعكس. قل لي يا أخ علي، ما هو الأخطاء والفساد الذي تراه؟ إن كان كلامي صح مفروض توقف معي، لأن ولاءك للوطن مفروض يكون أكبر من ولاءك للحزب وللجماعة وللطائفة. يعني أنا مثلا لو أنا مؤتمري وجيت تسب المؤتمر تقول لي الله يلعن المؤتمر، أقول له الله سابق إلا أنا. ليش؟ بس بسألك ليش؟ تقول له إنه كذا وكذا وكذا وكذا، يعني تجيب لي الأسباب، سأقف معك إذا كانت أسبابك صحيحة ووجيهة، وأن هناك فساد سيضر بالبلد والوطن. الوطن أكبر من الحزب وأكبر من الجماعة وأكبر من الطائفة وأكبر من كل شيء. الوطن أولا. إذا أنا اشتراكي وسبيت الاشتراك عادي، إذا أنا بعثي وسبيت ما بش عندنا بعثي صح أي شيء تسب كيان، ليش تزعل؟ ما تزعلش، مفروض ما تزعل. أنت يمني وأنا يمني، أسب حزبك وأنت أسب حزبي عادي، لكن من حقك إنك تسأل ليش يا أخ علي تتكلم على حزبنا؟ وأنا من حقي أو من واجبي إنني أقول لك 1 2 3 4. كان كلامي صحيح، واجبك الوطني أن تقف معي في إصلاح هذا الخلل أيا كان هذا الخلل، لأنه أنا وأنت متفقين على أن الوطن أولا فوق الأحزاب والجماعات والزعامات، فوق كل شيء. فهمت ولا أزيد؟ خلاص؟ يلا تمام.